السلام عليكم. قصة اليوم غتكون في السودان، وبالضبط في مدينة بورت سودان، المدينة الساحلية. جات على البحر، على البحر الأحمر، قريبة لها السعودية، قريبة لها اليمن. في الثمانينات كانت السودان تستقبل الأجانب أنهم يكونوا عندهم في الجيش، بحال اليمن والدول العربية اللي حداها. وسمع واحد الشاب يماني بان راه كيستقبلوا الجيش، وهو مزوج، مشى هو والمراه ديالو والتحق بالجيش ديال السودان. وفي داك الوقت كانت عندهم الحروب الاهليه بزاف، ضحايا بزاف ماتوا من الجيش وماتوا من الشعب، كانوا الناس كيموتوا بزاف. مهم من ضمنهم مات هاد الشاب هاد اليماني، خلى مراته تما في السودان، وعندها وليد صغيور باقي في القماط، عنده 6 شهور 7 شهور. بقات كتخدم عليه، كتخدم مرة كتخدم في السوق، مرة كتخدم على الخدامين البساط باش تعيشو وتخلص الكرا. بقات على هاد الحالة. واحد النهار هو يجي واحد التاجر يماني شاب باقي غير صغير يدير التجارة البسيطة، جاو كيدور تما في السوق وهو يشوفها، بقى كيهضر معاها. قال لها واش انت يمانية؟ قالت لي صافي. بقى مرة كيجي عندها ديك الفترة اللي مشى هو تما، بقى كيجي عندها كيسولها على البلايص اللي ما كيعرفش، بحكم هي ساكنه تمايا وعارفه. واحد النهار هو يجي عندها قال لها شوفي، انا راكي عجبتيني وبغيت نتزوج بيك. قالت لي حتى انا برانيه وغريبه هنايا، ما كرهش انا زعما اللي لقى اللي يتزوج بيا ويهزني ويهز رأت. انا عندي مصاريف وعندي كرا وعندي خدامه على راسي وعلى ولدي. قال لي ولكن عندي شرط. قالت لي شنو هو هاد الشرط؟ قال لها تخلي على الولد ديالك، ديال عائلته ولا شوف كيفاش ديري ليه. المهم انا راه ما يمكنش ليا نتزوج بك وانتي عندك ولد، راه العائله ديالي ما يقبلوش، ما يرضاوش ولو مع شنو يوقع، ما يقبلوش اننا نتزوجوا بوحده تكون ارمله ولا مطلقه ولا فايت فيها الزواج. قالت ليه وكيفاش غندير لهاد الولد؟ قال لها فكري وشوفي لك شي حل، المهم بغيتيني مرحبا، ولكن هذا هو الشرط الوحيد اللي عندي، واللي حليتي فيها عليها فمك غادي نحضرها لك. ايوا مشات مسكينه كتفكر ودخلات لراسها الفكره ديال الزواج، انها غادا تعيش مرتاحه. ولكن الولد ما عرفتش كيفاش دير ليه. هي تمشي عند واحد جارتها سودانيه من السودان، سميتها سعاد. قالت لها سعاد لاباس بخير كي دايره؟ لاباس عليك؟ قالت لها شنو بالك نخلي لك الولد ديالي تربيه، انا راه بزاف عليا نصرف عليه، وانا عارفه كنتي دائما كتحملي وما كيصدقليكش. شحال من مره حملتي وما صدقليكش، عارفاك باغيه الولاد، علاش لي ما تاخديش ولدي هذا تربيه؟ قالت لاش كتقولي؟ قالت لها راه هادشي اللي كاين، انا راه ما بقيتش قادره عليه. سميتو الولد سميتو حذيفه، وانتي عندك غير بنت وحده وفي ما خليتي فيه مشيتي باش تولدي وما جابش لك الله، خدي هذا ربيه. قالت لها واش نتيا كتفكري ولا ما كتفكريش؟ كيفاش تقدري تتخلي على الكبده ديالك؟ قالت لها انا ما بقيتش باغياه، ما عنديش كيفاش ندير ليه، المصاريف عليا كثيره، والصراحه راه جاني واحد الشاب بغى يتزوج بيا وقال لي خصك تخلي على الولد، شوفي لي شي صرفه. ايوا سعاد مسكينه فكرات وقالت واقيلا هاد السيده الا ما خديتش من عندها الولد تقدر تمشي ترميه في شي قدام شي جامع ولا في شي شارع، ولا تعطيه لشي ناس يتكرفصوا عليه. وهي تقول لها شوفي انا ناخذه من عندك ولكن عندي شرط. قالت لها شنو هو الشرط؟ قالت لها جيبي لي العقد الزديات ديالو. ياك عنده عقد زديات؟ قالت لها عنده. قالت لها جيبي لي العقد الزديات ديالو. دات لها العقد زديات. قالت لها واش عندك شي تصويره ديالو؟
مصوره انت وياه. قالت لها شنو بغيتيها؟ قالت لها غير بغيتها. قالت لها كاينه وحده مصوره انا وياه وباه قبل ما يموت ودايرينه هو بيناتنا. قالت لها جيبيها ليا. جابتها ليها، عطاتها التصويره وعطاتها واحد الصندوق. هما كانوا ملي كيتزوجوا في داك الوقت كانوا كيجيبوا واحد الصندوق هو اللي كيجي يديروا فيه الحوايج وداكشي. المهم جابت لها داك الصندوق فيه حوايجو وداك عقد ازدياد وديك التصويره. قالت لها شوفي دابا حذيفه اعتبريه بحال راه انا راه اكثر من مو وراه امانه عندي وغنتهلا فيه غنديرو بحال ولدتو من كرشي. قالت لها والوقت اللي بغيتي تجي تاخديه اجي مرحبا بك، راه ما غاديش نحبسك عليه، راه كيف ما كان الحال هذاك راه ولدك، ربما تراجعي وتبدلي الفكره. قالت لها لا صافي غير خوديه. صافي مشات تهلات سعاد في داك الولد. حذيفه كان هو عينيها وعندها بنت كبر منه بعامين وكانت تبارك الله عندها الخير، عندها ديك الدار الكبيره والفيرمه والذهب، يعني ما خصها حتى شي خير، غتعيش هي وياهم مرتاحه. وراجلها تبارك الله ظريف كيتعامل معاها مزيان. ايوا بلا ما نطول عليكم، كبر حذيفه وقرا في الابتدائي، يلبس اللبس المخير وياكل الماكله المخيره. ملي جا وقت الماطر كان عندهم ديك الساعه وقت الماطر راه شي حاجه، شرات لي احسن موطور. وكانت سعاد كتاكد على الجيران وعلى العائله على انهم ما يقولوا ليه حتى شي حاجه، ما يسيقش الخبر من عند شي حد، واللي قال ليه شي كلمه يا ويلو منها. وهما كانوا كيبغيوها بزاف، فكانت احسن مرا في بورت السودان، كانت معروفه، كانوا كيحترموها وبكثر ما كيبغيوها كانوا كيبغيو حذيفه. وكان تبارك الله حذيفه ذكي ونقي وزوين ومرزن، كان تبارك الله عنده الذكاء بالفطره. وكانت واخا هذيك سعاد ما كانت ما قاريه ما والو اللي غادي يعني تقريه ولا، وهو مع ذلك كان ذكي. قرا الاعداديه ودخل الثانويه. في الاولى ثانوي ملي بدا كيقرا، واحد النهار وهي تقول ليه مو اللي جا ماما سعاد ملي جا من الثانويه قالت ليه من بعد ما تغدى وتسالي غنجلس نهضر انا وياك فواحد السر، واحد السر كبير. قال لها ماما ياك ما نتيا مريضه ولا فيك شي حاجه ولا؟ قالت ليه ما مريضه ما والو. قال لها غير قولي لي دابا. قالت ليه لا حتى تغدى وغنجلس انا وياك وغنهضروا على خاطرنا. قال لها لا غير قولي لي مالكي. قالت ليه حتى تغدى وديك الساعه تكون مرتاح ونهضروا. وكانت صيفطات راجلها قالت ليه بلا ما تجي من الخدمه، بقى تما وصيفطات بنتها عند خالها. وحذيفه كان كيموت في شي حاجه سميتها سعاد، كيموت على مو، عنده ماما سعاد هي عينيه. ايوا ملي تغدى وسالا وجلس هو وياها وبقاو كيهضروا، جبدات ليه عقد زديات كيقرا حذيفه بن فلان فلان الفلاني، يقول هذا الاسم ديالي. قال لها ما فهمتش. قالت ليه هذا راه العقد زديات ديالك. قال لها ولكن انايا ماشي كنيتي هكا. قالت ليه راه انت راك ماشي سوداني، انت راك اصلك يمني. قال لها كيفاش واش انت يمنيه؟ قالت ليه لا. قال لها ما فهمت والو. قالت لي شوف ولدي، انا راه غير ربيتك، ولكن والديك راهم يمنيين وانت راك ماشي لقيط، انت راك ولد مأصل، والوالد ديالك راه كان خدام في الجيش قبل ما يتوفى. ايوا هو مسكين تصدم وبقى كيبكي كيقول لها علاش خدعتيني وعلاش خليتيني زعما عايش في هاد الاوهام. قالت لي شوف دابا واش انا عمرني قصرت من جهتك ولا حسيتي بشي نقص من جهتك وحسيتي بالفرق ما بينك وبين اختك؟ قال لها لا بالعكس، انا كنتي كتفضليني على اختي وكنتي وكديري لي اي حاجه، يعني ما عمرني ما حسيت بالفرق. هذا منك انت بعدا شهدتي بانني كنت دائما مهليه فيك. واش كان عمر شي حد عايرك في الزنقه ولا عمر شي حد قال لك شي حاجه شي كلمه خايبه ولا جرحك بشي كلمه خايبه؟ قال لي لا. قالت لي باش تعرف على انني انا رانا يعني اعتبرتك بحال ولدتك من كرشي. وهي توريه التصويره ديال الاب ديالو والام ديالو ملي كان هو صغير. قالت له هادو هما والديك.
قالت لي انا ربيتك كشفت لك هاد السر غير حفاظا عليك. الموت والحياة في الدنيا، ربما نموت انا ولا يموت الوالد ديالك، ويمشي يتفضح هاد السر والناس يسحب ليهم راك لاقيط، لقيناك حدا شي جامع ولا شي حاجه ولا. ولكن باش تعرف راسك راك انت مأصل، راك انت عندك الاب ديالك والام ديالك، راك ولد الحلال وولد الناس. الظروف اللي خلاتك ربيتك انا، وانا رانا درت اكثر من جهدي، راه ما قصرتش عليك. ايوا عنقها وبقى كيبكي وقال لها انت هي امي وانت هي كلشي وانت هي حياتي. صافي انا يعني ما كنفكرش في الام ديالي الاخرى، بالنسبه لي انا انت هي كلشي. صافي وتأقلم مع الجو وتقبل الوضع عادي وكمل حياته عادي. النهار الثاني جابت ليه ورقه، قالت لي ها انت هاد الورقه هادي قراها. ملي كيقراها كيلقاها بانها كاتبه ليه الدار. قالت لي هاد الدار انا كتبتها لك من بعد الى متنا تكون هي ديالك، المهم نضمن لك شي حاجه اللي غادي تخلي لك المستقبل. قال لي لا، وانا ما بغيتش هذا الشيء، انا بغيتك غير انت صافي، انت راه عندي هي الدنيا وما فيها. قالت لي غير عافاك اختك ان شاء الله الا كبرات وكنا متنا زوجها بشي ولد الناس وتهلا فيها وحن فيها. قال لها الوالده ديالي الله يطول لينا في العمر ديالك، وان شاء الله انت تزوجينا وتزوجي وليداتنا. ايوا صافي وعاش حياته طبيعي وبقى كيقرا وتخرج طبيب ديال القلب، طبيب جراح في القلب. وتبارك الله وصل عن بيت شهر ولا اشهر دكتور في السودان، ولا لاباس عليه بالفضل ديال الام ديالو ماما سعاد، هي اللي كانت عطاتو الأمان. ودار تبارك الله العمارات ودار المشاريع ولا لاباس عليه، ولا معروف كيعيطوا عليه يعني كيمشي بالطلب. ايوا واحد النهار جا واحد تاجر يماني من اليمن، جا لبورد السودان وسمع كلشي كيهضر على الدكتور حذيفه طبيب القلب، طبيب جراح، وكلشي كيهضر عليه تبارك الله مشهور تبارك الله معروف والناس كلها كتبغيه. رجع داك التاجر المنطقه ديالو في اليمن، ومن حسن الحظ تلاقى التاجر اللي مزوجه به الام ديال حذيفه اللي في اليمن. تلاقى غير على حساب الخدمه ديال اللي كتجمعهم وصافي التجاره اللي بيناتهم. وبقى كيهضر معاه كيتعاود هو وياه، هو يقول لي عرفتي واحد دكتور راه تشهر سبحان الله ولا مشهور ومعروف في السودان، وبالضبط في مدينه بورت السودان، وتم تيقولوا له حذيفه. قال ليه شنو حذيفه شنو؟ قال لي حذيفه فلان فلان فلاني. مشى التاجر عند مراته، هو يقول لها عرفتي رجع واحد تاجر صاحبي يماني كان في بورت السودان وراه قال لي بان كاين واحد الدكتور طبيب جراح ديال القلب ومشهور سميتو حذيفه وفي نفس العمر ديال الولد ديالك. قالت ليه جدك راك دابا انت بحذيفه، وبقات كتبكي. قالت لي علاش بغيتي تقلب عليا المواجع؟ قال لها لا راه جاتني يعني في نفس العمر ديالو وراكني سميتو حذيفه فلان فلان فلاني. وهي تصدم قالت لي اش كتقول؟ قال لها هذه هي الاسم ديالو. وهي عاد فكرات من بعد ما عاشت حياتها وولدات 10 ديال الدراري مع هذاك التاجر، نسات حذيفه ونسات ما يجي من جيت حذيفه. المهم قلب عليها المواجع بدات كتبكي. قالت لي هذاك غيكون ولدي. قال لها ما يمكنش، ولدك انت زعما كاع ولا دكتور؟ قالت لي غادي يكون هو ولدي، اما تجيب لي النمره ديال العياده ديالو او لا والو غنمشي لبورت السودان نقلب عليه. ما عرفتش واش انبها ضميرها ولا سمعته ولا لاباس عليه الله اعلم. شوفي شنو في الضمير ديالها. بلا ما نطول عليكم، مشى عنده تلاقى معاه قال ليه عافاك عطيني النمره ديال داك الدكتور حذيفه واش عندك؟ قال له لا ما عنديش. علاش بغيتيها؟ قال ليه راه غير شي حد عندنا بغيناه يدير شي عمليه ديال القلب وبغينا النمره ديال التليفون ديالو. قال لي وانا غادي نرجع وديك الساعه نشوف لك النمره ديالو غنحاول نقلب لك عليها. قال لي صافي. دوزت شي 3 شهور
ورجع هو يجيب ليهم الرقم ديالو، وهي تعيط عليه الام ديالو. الو السلام عليكم، جاوبها الدكتور حذيفه. قالت ليه انت هو حذيفه فلان الفلان الفلاني ولد سعاد؟ قال ليها اه. قالت ليه متاكد؟ قال ليها اه متاكد. ياك لاباس؟ قالت لي انا امك، انا امك اللي في اليمن. قال لها وعاد تفكرتيني وعاد جيتي تسولي فيا، عاد عيطتي كتسولي فيا وبقات كتبكي. قالت لي انا ما عمرني ما فكرت انني نتخلى عليك، ولكن سعاد هي السبب حتى تفارقنا. داتك ليا بزز مني حيت لفقات ليا واحد التهمه، ومن بعد داروا ليا الابعاد وصيفطوني لليمن، وكل شيء كان بسببها هي. حذيفه مسكين سمع هاد الهضره وتصدم، جا بحال الجنون، ما قدرش يسيق. قال لها كنت متاكده من هاد الهضره؟ قالت لي اه وليدي، وبقات كتبكي. ايوا حذيفه تقلب على ماما سعاد 180 درجه، وحقد عليها، مبقاش كيبغي يهضر معاها، وهي كان عينيها والروح ديالها هو حذيفه. قلب عليها قلبه وحده، كل شيء في سميتو، الاملاك كامله في سميتو. قال ليها ما حشمتيش، خطفتيني انا الام ديالي وبعدتيها عليا، كيفاش غادي تلقاي الله وانتي فرقتي ولد على امه؟ قالت لي ياك وليدي هادشي اللي درتو كامل وكتقول لي هاد الهضره؟ قال لها قال لها انتيا درتي الوالده ديالي مشكل ودرتي لها الابعاد وخديتيني ليها. قالت لي هادشي راه ما كاينش، هادشي راه ما عمرو كان، وانا كبرتك وربيتك وسهرت عليك الليالي ملي تمرض ما نعس، وحتى الاملاك ديالي كلها كتبتها لك سميتك، حتى الراجل ديالي ما كتبت ليه حتى شي حاجه، باش تعرف شحال انا عزيتك، شحال المعزه ديال اللي دايره ليك. قالت لي ولكن كاين واحد الشخص غادي يفصل بيناتنا، هذاك التاجر اللي تزوج بالوالده ديالك. التاجر راه كيبقى تاجر وعنده الكلمه، وغادي يشهد شهاده الحق. سير اليمن وسافر وسير عنده وسولو، وإلا قال لك انا اللي خطفتك وفرقت بينك وبين الام ديالك، ديك الساعه غادي تبان الحقيقه. ايوا داكشي اللي دار. قال لها دابا ما تهضري معايا، ما تكلميني حتى نعرف شنو كاين. قالت لي انا عاذراك، هاد الموقف اللي فيه نتايا انا نعذرك عليه، حيت راه ماشي ساهل عليك. هز حوايجو مشى سافر لليمن، بقى تيقلب كيقلب حتى لقى الوالده ديالو، كتعنق فيه وكتبكي وكتقول ليه سعاد هي السبب حتى فرقاتنا. قال لي دابا انا بغيت نشوف الراجل ديالك فينا، هو اللي بغيت نهضر معاه ونهضر بيني وبينه، ما تكونيش معانا انتي. قالت ليه راه كاين، هو غادي يجي، تسنى شويه هو غيجي. بقى كيتسنى حتى جا، غير جا سلم عليه، قال ليه بغيت نهضر معاك بيني وبينك. قال لي واخا. قال لي عافاك الا ما قول لي واش ماما سعاد كانت خطفاتني من الام ديالي، خداتني منها صحه؟ قال لي لا. قال لي نشهد غير شهاده الحق. قال لي انا الام ديالك بغيت نتزوج بها وشرطت عليها تخلى عليك، حيت العائله ديال ما كيقبلوش الاولاد ديالهم يتزوجوا بشي وحده فايت فيها الزواج، وكنتي نتا الا جبناك معانا غادي يبان بان الوالده ديالك راه فايت فيها الزواج. داكشي علاش قلت لها تخلى عليك وهي تخلات عليك. قال لي اما سعاد راه ما دارت حتى شي حاجه، راه غير حضناتك ورباتك. ايوا صافي، من تما خرج وزاد بحالو، حتى امو ما سلمش عليها. رجع عند ماما سعاد كيعنق فيها وتيبكي، بوس ليها في راسها ويبوس لها في يديها، تحنى لها على رجليها يبوسهم لها ويقول لها سمحي لي، سمحي لي بزاف، حيت هادشي كل اللي درتي ليا وهاد التربيه اللي ربيتيني وهاد التربيه الحسنه والصالحه اللي ربيتيني، وفي الاخر سأت بيك الظن. قالت ليه لا وليدي، انا عذرتك، ماشي سهل عليك، وانا تدابا ما عنديش مشكل، ملي رجعتي ليا فرحات عليا.
قال لها غدا ان شاء الله نرجع لك الاملاك ديالك، باش تعرفي انني انا راه باغيك انت، ما باغيش لا فلوس لا حتى شي حاجه، انت عندي بالدنيا كلها. ايوا هذاك ما كان، مشى لغد ليه وحول ليها كل شيء، رجعهم بسميتها. والدكتور حذيفه رجع عاش مع الام ديالو ماما سعاد، وقصتنا هنا سالات. وما تنساوناش بلي لايك واشتراك، والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم.